مستشفى بالريش للاطفال اللي كلمتكم عنها في بدايه الحلقه، اللي بتعيش مأساة الحقيقه حقيقيه. مستشفى بيتعالج فيها ويدخلها مش اقل من 1,000,000 طفل كل سنه. الاجهزه عندها فيها مشاكل، مفيش ادويه، الدم فيه مشاكل، عشان تخش تعالج لازم تتبرع بدم، الناس بتشتري العلاج، الناس الاهالي وهم واقفين امام المستشفى اقسم بالله حالهم يوجع القلب. زميلتنا سمر احمد وهي بتصور التقرير، هي والزميله ساره وباقي زمايلنا في الاعداد والمراسلين بتوع البرنامج، دخلوا لمديره المستشفى، حاولوا يكلموها علشان يسجلوا معاها وينقلوا اهات الناس اللي محطوطه على الرصيف وقاعده على الرصيف بره. لكن مديره المستشفى كانت عنيفه جدا معاهم، بعتت لهم الامن الاداري بره علشان يقبضوا على كرو البرنامج وطاقم عمل البرنامج. لكن الحقيقه طاقم عمل البرنامج كان اصر ان هو هيكمل شغله وان هم مش خايفين من حد وهنكمل شغلنا وهننحاز للناس الغلابه اللي احنا منهم. ولكن السيده المديره ما عجبهاش هذا الكلام وبعتت الامن الاداري، والامن الاداري اصطحب زميلتي سمر احمد للداخل وهددوها جوه هي وباقي زمايلنا في الاعداد انه لو ما مشوش من هنا الحقيقه هيبلغوا الشرطه وهيعملوا وهيسووا فيهم. جاكم القرف، هو انتوا لسه عايشين فيما قبل 25 يناير؟ طيب ما تصلحي اللي عندك يا دكتوره، عالجي الناس يا دكتوره، ادي رسالتك يا دكتوره. ده انتوا المفروض بيطلق عليكم ملائكه الرحمه. فين الرحمه يا اهل الرحمه؟ فين الرحمه باطفالنا؟ فين الرحمه بعيالنا؟ يلا نشوف التقرير ونرجع تاني. يعاني مستشفى أبو الريش للأطفال من مأساة إنسانية حقيقية، حيث أن الصرح الطبي العملاق المتخصص لعلاج أمراض الأطفال فقط هو الذي مر على إنشاؤه أكثر من 25 عاما. يعاني من نقص في أهم الأجهزة الطبية المتطورة والتي لا تقدر الموازنة العامة للدولة على توفيرها إلا مرة واحدة نظرا لتكاليفها الباهظة، ولذلك تعتمد المستشفى على التبرعات الخيرية. مفيش اهتمام هنا على الآخر يعني. دي الجايبة بلف بقى بقالي 3 شهور، وجيت هنا بعتني معهد ناصر وهي عندها ورم، بعتني الجمنايف. عقبال ما رحت الجمنايف وطلبوا من 28,000 وكده، راح عقبال ما صرفت ووديت 28,000، جزء من التأمين الصحي وجزء من معايا. فالمستشفى تستقبل حوالي 1,000,000 طفل سنويا، مما يعادل استقبال 3,000 طفل مريض يوميا، بالرغم من أن الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى هي 400 سرير فقط، وذلك مقسمين على الاستقبال والعيادات الخارجية والتخصصية والحوادث على مدى 24 ساعة متواصلة. هكذا بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 6,000 عملية تتنوع بين عمليات في القلب والصدر للأطفال المرضى و30,000 عملية رمد وعظام وتخصصات أخرى. وبالرغم من ضخامة هذه الأعداد من المرضى إلا أن المستشفى تعاني إهمالا ماديا ومعنويا من الدولة ومن وزارة الصحة. هو يعني المستشفى في الاول خالص اقول كانت في رعايه، لكن بعد كده انا كل حاجه انا بجيبها من بره، العلاج بالكامل انا بجيبه من بره. اقل حقنه بتنكتب لي، اقل حقنه ب 88 جنيه، بجيبها في السوق ب 100 وبتعدي ال 100، وده انواع من انواع العلاج. اقرب مثال النهارده كاتبين لي نقط ب 104، امبارح طلبوا مني شاش وقطن وحاجات زي كده للبنت، جبتها ب 70 جنيه. يبقى انا فين اللي انا براعيه؟ مع العلم ان ظروف البنت مش عايز اقول لك ان اهلها، يعني لو قلت مثلا تحت حد انا كده ببالغ، ان والدها راجل عامل وبيشتغل باليوم. المشكله اللي عندي ان انا راجل موظف حكومه، مرتبي ضعيف جدا، كل يوم وانا داخل يقولوا لي تذكره اوكي، وابني تعبان عايز اشاعه بالصبغه. الاشاعه دي بره ثمنها 450 جنيه. انا راجل شغال في شركه من اكبر شركات مصر، في شركه الكهرباء، راجل ماشي بضمير وبراعي ربنا في شغلي. اعمل ايه عشان اعالج ابني؟ اسرق؟ رحت الصبح المستشفى المنيره، بقول للدكتور تعبانه، بيقول لي احنا عاملين اضراب. عاملين اضراب على ايه؟ بقول لك اصل احنا عشان المرتبات ضعيفه. روحي وزاره الصحه. اروح وزاره الصحه ان شاء الله تامني وزاره الصحه. عندي بابايا عنده ورم سرطان، ماشي؟ عندي بابايا عنده ورم سرطان، محتاجه علاج ليه، محتاجه حاجات. بكلمهم برضو يعني
مفيش. فحضرتك يعني المفروض ان احنا يعني ايه، دي بلدنا نعيشها بالاحترام، مش قله الاحترام. ابوها عنده ورم سرطان، والافندي اللي قاعد بيقول لها انا عامل اضراب مش هشتغل. يا اخي روح حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ده انت ولا ملاك ولا نيله، ده انت اللي اداك شهاده بكالوريوس الطب ده ظلمك. يا وزير الصحه، يا دكتور عادل العدوي، يا كل ناس في مصر، يا رئيس الحكومه، مين يجيب حق الناس دي؟ البنت بتبكي، البنت بتبكي وهي بتعرض موضوعها، تقول لك ابويا عنده ورم سرطان، اعالجه ازاي؟ اروح بيه لمين؟ بيقول لها روحي وزاره الصحه. يا اخي روح على دماغك يا شيخ، يشيلوك على نقاله يا شيخ، لانك مش المفروض اصلا تقعد في المستشفى دي، مش المفروض اصلا تتعامل مع جمهور ولا بني ادمين. انا قلت لكم مش هسيب مستشفيات مصر مستشفى مستشفى، هلف عليها لحد ما كل مواطن في البلد ده ياخد حقه في العلاج، اللي هو اول حق واقل حق. يا حكومه المواطن ياخده، اقل حاجه المواطن يتعالج، اقل حاجه ان احس ان بني ادم، اقل حاجه احس ان انا انسان، اقل حاجه. ده انتوا بتبصوا يعني دمنا من في الضرايب، عمالين ترفعوا في الكهرباء، سعر الكهرباء، وترفعوا في سعر الميه. كفايه مص دم، كمان هتمصوا دم الغلابه المرضى، كمان المرضى هتمصوا دمهم، اللي ما عندوش ضمير، اللي بيقول انا عامل اضراب. اضراب في عينك، اضراب في عينك. ارجوكم زمايلي في الاعداد، لو تقدروا تتواصلوا مع الست دي وتعرفوا هي كانت يوم ايه، الساعه كام بالظبط، ودخلت الاستقبال الساعه كام، تعرفوا لنا، عشان الدكتور ده مش من الصح او مش من الجائز انه يفضل قاعد في مكانه، هو وكل الناس اللي زيه.